بداية أحب أشكر العبقري اللي في الاتحاد الأفريقي اللي قرر إن الفرق تسخن في أوض اللبس حفاظا على أرضية الملعب. والحمد لله عشان هو راجل مجتهد وشغل مخه، ربنا وفقه وخرجت أرضية الاستاد في أبهى صورة النهاردة حاجة نيلة. المهم ما طولش عليكم، قولوا طول. أخيرا وبعد معاناة منتخب مصر في آخر دقيقة بيفوز على منتخب أوغندا وهيكتور كوبر في نفس واحد. الحقيقه ابو الحاج كوبر عمل كل اللي يقدر عليه عشان ما نكسبش، بس ربنا ما وفقوش. كل حرقه الدم دي نتيجه اختيارات غلط وتشكيلات غلط وتغييرات غلط وتنشيف دماغ على وجود اسماء معينه مصمم عليها رغم وجود الاحسن منهم سواء على الدكه او في مصر. وكم من الجرائم بترتكب باسم الرؤيه الفنيه. منتخب مصر بيبدا بعصام الحضري في حراسه المرمى، 2 مساكين علي جبر وحجازي، على يمينهم احمد فتحي وفي الشمال محمد عبد الشافي، 2 هولدنج ميدفيلدر طارق حامد والنني كمان قصادهم 3 تريزيجيه في اليمين، رمضان صبحي في الشمال، وفي القلب محمد صلاح تحت مهاجم اداء واجب مروان محسن. زي ما توقعنا كوبر بدأ بنفس تشكيل مباراة مالي باستثناء رمضان مكان عبد الله السعيد. منتخبنا نازل وفي نيته الهجوم والفوز، لان اي نتيجه غير الفوز معناها استئناف الدوري في اقرب فرصه ممكنه، بس الكره تحديدا ما ينفعش فيها نياته بس. شوط اول عباره عن محاولات هجوميه، مجرد محاولات ما توصلش باي حال من الاحوال لدرجه هجمات خطيره، لا في كره طلعها الجون ولا انفراد ولا مدافع انقذ كره في اخر لحظه ولا الهوا. الشوط كله حماس من لعيبه المنتخب بيوصل في بعض الاحيان لدرجه الصربعه. ال3 اللي تحت مروان اجتهدوا على قد ما يقدروا، وتحتهم طارق حامد اللي تولى مهمه قطع الكور لوحده، اكرر لوحده، النداء الاخير لوحده. كلنا قلنا بعد الماتش اللي فات باكين الطرف فتحي وعبد الشافي ما بيعدوش نص الملعب وما فيش اي كروسات، فكوبر قال ماشي خليها حب عليكم وحب عليا. عبد الشافي بس بدا يساند هجوميا وبيوصل لمنطقه الجزاء. طيب وفتحي؟ لا انتوا ده كده داخلين على طمع بقى. فتحي مره تانية ان شاء الله، مش كله مره واحده كده عشان العين فلقت الحجر. ممكن في ماتش غانا فتحي يتقدم او في التدريب اللي قبل الماتش، ما تدقوش في الحاجات الصغيره دي. نقطه على الماشي، حجازي لسه ما جهزش 100%، التايمنج بتاعه هجوميا في الكرات الثابته مش مظبوط، ودفاعيا برده كان هيعمل كارثه لولا ستر ربنا. يلا حصل خير ان شاء الله. كوبر في الشوط الثاني هيسحب النني ويلعب عمر جابر او المحمدي باك رايت، ويدخل فتحي جنب طارق حامد، او يقلب الطريقه كلها ل 4-3-3 بنزول عمر جابر وعبد الله السعيد وكهربا مكان مروان. كل اللي انا قلته ده طلع تخريف واحلام، لان كوبر بيفاجئني شخصيا واكيد فاجئكم، وبيفاجئ المجره كلها في بدايه الشوط الثاني بانه ما عملش اي تغيير، وهو نفس التشكيل اللي انهى الشوط الاول طبق الاصل، لا لعيب زاد ولا لعيب نقص. فكانت النتيجه ايه؟ الشوط الثاني بيبدا كامتداد للشوط الاول، محاولات مصريه للوصول لمرمى اوغندا من غير اي فاعليه، وبعد هري لمده 13 دقيقه افتكر كوبر ان في لعيبه قاعده وراه مش هحتاطها من مصر عشان احتمال ضعيف يحتاجهم، فقرر يصيع ويتهور ويقلب الطريقه ل 4-1-4-1 بنزول عبد الله السعيد مكان مين يا ولاد؟ مكان طارق حامد. يا نهار مش فايت مكان طارق، وسايب النني ليه يا فيلسوف؟ ده النني ولا بيزيد ولا بيضغط ولا بيدافع ولا بيهاجم ولا بيلعب كرة لقدام، ولا حد عارف هو بيلعب ايه بصراحة. ومن ساعة خروج طارق سقط نص الملعب لصالح وسط ملعب اوغندا. يسكت؟ لا طبعا، هم 10 دقايق كمان ويستمر كوبر في خطة الصدمة والترويع للجمهور المصري بخروج رمضان صبحي واحد من مصادر الخطورة ونزول عمرو وردة. والله وردة اللي نزل مش كهربا المتألق مع اتحاد جدة كهداف وصانع اهداف، ومعاه هو شخصيا في مباراة تونس الاخيرة نزله في اخر الماتش، عمل اسيست لمروان في اخر دقيقة. وطبعا وردة نازل متوتر ومش متلايم على نفسه لان جو المباراة كله متكهرب والوقت بيتسرسب، فمحدش يقدر يلومه على اي حاجة. ويستمر كوبر في اخراج كل المتألقين من المباراة، فسحب تريزيجيه لحساب كهربا في اخر 10 دقايق. دفعه بكهربا في الوقت ده طبعا اكيد على حبة عينه. كوبر اول مره ياخد ريسك ويلعب 4-1-4-1. السعيد كان بيسيب النني وبيزيد في الهجمه، وكهربا وصلاح وورده كانوا بيهاجموا مع مروان. ويشاء السميع العليم للمره الثانيه بعد ماتش تونس كهربا بيحرج كوبر وبيقول له انا ما اقعدش بره لاي حد. عمل نشاط ودوشه في الملعب وبدا من عنده هدف انقاذ رقبه كوبر نفسه من اللي كان هيحصل له لو الماتش خلص تعادل. في النهايه الحمد لله على المكسب في اخر دقيقه رغم حرق الدم، واكيد كوبر طبعا استفاد من غلطاته في الماتشين اللي لعبهم لغايه دلوقتي، وهيبدا بنفس تشكيل ماتش مالي قدام غانا.
كوبر مش هيخاطر وهيلعب تأمين دفاعي، وتغييراته هتتأخر برضه، وهيلعب على نقطة التعادل اللي لو حصل يبقى مصلحة، ومحدش يبلغ غانا بمصير متصدر المجموعة في دور الثمانية، خلوها لهم مفاجأة. بس لغاية ما ده يحصل ربنا يستر عليا أنا وانتوا ويتولانا برحمته.